بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل اعجاب وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي رد الوزارة على بطلان الانتخابات، ميدو يهاجم الاهلي والمنظومة الرياضية المصرية، اقتراح لعدم عمل الانتخابات في نادي الزمالك، عودة مستر اكس. السلام عليكم. اول موضوع هنتكلم فيه هو رد الوزارة على بطلان الانتخابات. القصة بدأت ازاي؟ قصة عماد البناني ان هو بيجمع ما بين منصبين، وان اللي بيجمع ما بين منصبين يعتبر تعيينه باطل في نادي الزمالك، وبعدين في النهاية ده بيؤدي الى برضه انتخابات باطلة. في هذا الشأن ردت الوزارة في هذا الشأن وقالت إن عماد البناني عنده منصبين فعلا. منصبه في هذه اللحظة رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والمنصب الثاني هو رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع. بالنسبة لرئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، الوزارة قالت إن هو خلاص استقال، وكذلك أعلنت قناة الزمالك إن هو استقال من منصبه. طيب بالنسبة بقى لرئاسة الاتحاد العربي للرياضة للجميع، هو لسه بيشغل هذا المنصب للآن، ولكن اللائحة بتقول إنه ما ينفعش يجمع ما بين منصبين، لائحة الزمالك. ولكن القانون المصري بيقول إيه؟ لا تسري على المناصب الدولية لأنها لا تخضع للقانون المصري، ولذلك الدعوة إلى الانتخابات صحيحة 100% ولا يشبهها أي شائبة. ليه؟ لأن هو المنصب الأولاني بتاع مصر هو استقال منه، المنصب الدولي ده القانون المصري ما بيسريش عليه، فهو من حقه حاليا إن هو يعمل في نادي الزمالك عادي جدا، مفيش أي شائبة على الانتخابات اللي هي بتاع نادي الزمالك. الموضوع الثاني هو موضوع مهم جدا، هو موضوع تويتة ميدو. بصراحة ميدو قال مجموعة تويتات مهمة جدا هقولها لكم وانتوا بعدها قولوا رأيكم فيها. ميدو قال غير مقبول لا من الزمالك ولا من الأهلي ولا حتى مرسيليا أن يساوم المنتخب بلاعبته، وأي حد يطلع في الإعلام يقول غير كده يبقى ضلالي. الأولوية لمنتخب مصر، منتخب مصر فوق الجميع. التويتة التانية قال الموسم هيبدأ من غير أي تغيير في لائحة الانضباط ولا الأخلاق، والحاج قاعد على المكنة بيفصل أسابيع الدوري. الجديد بقى إن المنتخب بيشحت لاعبته، والإعلام بقى بيبرر للكلام دي بقى مرحلة جديدة من البجاحة. آخر تويتة قالها والله نفسي أقاطع الدوري المصري، ده أصلا كرة تعبانة وملاعب تعبانة ونقل تلفزيوني تعبان ولبس معظم الفرق تعبان ومعظم اللعيبة حتى بيروحوا عند حلاق واحد. ايه رأيكم يا جماعة في التويتات ديت؟ يعني انا عايز تقولوا لي ايه رأيكم في التويتات اللي ميدو قالها دي كلها. انا مش هقول رأيي وتقولوا انتوا رأيكم، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات على رأيكم، بس لما تيجي تقول رأيك تقول رأيك من غير اي نوع من المشاعر لميدو، يعني قولها من غير اي مشاعر لميدو بتحبه او بتكرهه، وانت تكتب لي من خلال الواقع اللي احنا شايفينه في الدوري المصري. ده بالنسبة لموضوع التويتات بتاع ميدو اللي هي بتعبر عن الدوري المصري القادم في المرحلة اللي جاية. الموضوع الثالث وده موضوع مهم جدا، انه بيوجد بعض آراء بيقولوا ان الوقت الحالي ما بيسمحش لانتخابات في نادي الزمالك. ليه؟ لان قال لك ان نادي الزمالك ده محتاج شغل كبير جدا ومحتاج ناس قوية جدا وبمؤهلات معينة، مؤهلات قوية جدا، وإن الانتخابات الآن ليس في صالح نادي الزمالك، لأن كمان في انتخابات رئاسية قادمة في نفس الوقت بتاع انتخابات نادي الزمالك. وقال لك إن الانتخابات ديت هيوجد بها صراع جامد جدا، اللي هي انتخابات نادي الزمالك في صراع على الكرسي جامد جدا من المعارضين للمستشار مرتضى منصور ما بينهم وبين بعض، ومجموعة برضو اللي هي كانت موجودة للمستشار مرتضى منصور. والبعض بيقول مش متأكدين كمان ان اللي هيجي هو الأقدر على رئاسة نادي الزمالك وهو الأصلح، ولذلك بيريدوا ان هما الانتخابات دي تكون بعد سنة. الاقتراح الذي يريده البعض واللي هيقدموه للوزير هو تعيين لجنة
اللجنة دي متكونة منين؟ هتتكون من الوزير السابق خالد عبد العزيز، والنائب بتاعه هيكون هشام نصر، وأمين الصندوق عمرو الجنايني، وأعضاء النادي هيكون مزيج ما بين لعيبة كورة ورجال أعمال. اللجنة دي هتعين من قبل الإدارة التنفيذية اللي هي برئاسة عماد البناني. طيب هل ده ممكن يوافق عليه الوزير؟ أنا في رأيي الوزير مش هيوافق عليها. هو عبارة عن إنه اقتراح. الوزير أولا عايز الانتخابات تيجي بسرعة جدا، لأنه هو عايز يخلص من موضوع الانتخابات ده. فيا ريت كمان تكتبوا لي تعليقاتكم، يعني رأيكم في الموضوع ده. تكتبوا لي تعليق، هل أنت موافق على إن في لجنة تدير النادي لمدة سنة، ولا الانتخابات مباشرة ونخلص والمجموعة اللي تيجي تقعد 4 سنوات؟ ولكن ده برضه هيبقى فيه جزء من المخاطرة الشديد. ولكن يا ريت تكتبوا لي رأيكم في الموضوع ده. الموضوع الأخير اللي احنا هنتكلم فيه هو عودة مستر إكس. انتشرت أقاويل كتيرة جدا امبارح واليوم، طبعا أنا معرفش صحتها قد إيه يعني، إن المستشار مرتضى منصور استطاع أن يعمل صلح مع السيدة لمياء خيري صاحبة قضية حكم اللي ضد المستشار مرتضى منصور ب6 شهور حبس. إن الصلح ده لو تم بشكل رسمي وسحبت شكواها ضده وتنازلت عن القضايا يصبح الحكم لاغي كأنه لم يكن، وأصبح من حق المستشار مرتضى منصور الترشح في الانتخابات القادمة. ولكن هل هو سيترشح للانتخابات القادمة؟ أنا رأيي لا، مش هيترشح للانتخابات القادمة. في ده رأيي أنا، إن هو مش هيتريح. طيب هل يوجد قائمة هو هيدعمها المستشار مرتضى منصور؟ نعم يوجد قائمة هيدعمها المستشار مرتضى منصور. القائمة ديت اللي هيكون فيها مين؟ ابنه، لأنه ابنه أحمد مرتضى منصور سوف يدخل الانتخابات على منصب الرئيس، وهيكون طبعا معاه مجموعة من الناس. هيكون معاه مثلا جمال عبد الحميد وخالد لطيف وبعض الأسماء الأخرى سوف يتم تجميعها بعدين. ولكن الخبر اليقين سيكون من 14 سبتمبر إلى 10 سبتمبر هيبان لك مين هم اللي هيترشحوا. لو في ترشيح أو لنية لترشيح أحمد مرتضى منصور أو المستشار مرتضى منصور، هتشوف ده في آخر يوم اللي هو في يوم 10 سبتمبر علشان يفاجئ بها كل القوائم. ده بالنسبة لموضوع النهاردة. ألف شكر وتعملوا لي لايك.